وش اللبن الفلاحي لو موجود عندك دلوقتي يبقى انت عندك كنز لا يمكن ابدا تفرطي فيه. كل ما تغلي كده شوية من اللبن تبيتيه في التلاجة، وتصبحي الصبح كده تشيلي كمية القشطة اللي اتكونت فوقه وتحطيها في علبة في الفريزر. هتجمعي بقى كمية كده محترمة، هتشوفي احنا هنعمل بيها ايه النهاردة. بدل ما هنشتري برطمان السمنة البلدي الكيلو اللي أقل حاجة 150 جنيه وانت طالعة، ده إن كانت كمان يعني مش مغشوشة ومعمولة بطريقة سليمة وكويسة، فيبقى احنا كده بنوفر حاجة كويسة جدا جدا. في ناس مش بتاكل القشطة ولا بتحبها، وفي ناس بتتخلص منها بأي طريقة. احنا النهاردة هنستفيد بيها وهنعمل بيها بقى حاجة هتساعدنا في شغل رمضان وحلويات رمضان. مفيش غنى عن السمنة البلدي طبعا في أي وقت طول السنة، ولكن في رمضان بيكون الاستهلاك أكتر شوية. هنعمل النهاردة البرطمانات الجميلة دي، وهنعمل كمان المرتة من وش اللبن. كل الناس تقول المرتة بتاعت وش اللبن بتكون ناشفة وبنرميها، انا النهارده هعرفكم هتعملوها ازاي. يلا نسمي الله ونصلي على رسول الله ونبدا فيديو النهارده. وطبعا لايك للفيديو كده قبل ما نبدا. دي كميه القشطه اللي عندي في الفريزر. كل ما بكون كده يعني شويه من وش اللبن 4 كيلو 5 كيلو بشيل وشه واحطه في علبه في التلاجة لغايه ما جمعت الشويه اللي حضراتكم شايفينهم دول. فيديو بقى يا جماعة النهاردة يعني يعتبر فيديو موفر وفيديو كويس جدا. ياريت بعد اذنكم بقى تدعموه باللايك وتدعموا القناة طبعا علشان تتشاف، لان دي قناة جديدة، واتمنى ان شاء الله ان هي تنال اعجابكم وتكون بادئة كده في ايام مباركة وهي ايام الخير. هنفضي كده كل كمية القشطة اللي عندنا في حلة، والحلة دي تكون ما بتلزقش فيها اي اكل يا جماعة. يعني يفضل ان هي تكون حلة جرانيت، يعني او حلة تقيلة. يعني لو حلة خفيفة ممكن الحاجات دي تحرق فيها. هنحط شوية كده من الملح، معلقة كبيرة مثلا، وهنبدأ ان احنا نقلب القشطة دي كويس جدا. لو عندك مضرب طبعا ممكن تعمليها بالمضرب، ممكن تعمليها بالعجان. انا حبيت النهاردة ان انا اعملها بايدي عشان كل الناس مش متوفر عندها كل الحاجات دي. هتقعدي طبعا وهي لسه ساقعة، يعني مش هنستنى لما تفك ودرجة حرارتها تبقى بدرجة حرارة المطبخ، لا وهي لسه فيها كده برودة هنشتغل فيها وهي باردة. ده افضل حاجة ليها علشان نطلع الزبدة بسرعة. تقليب بقى كده مستمر. معلش بقى ايدك يعني ممكن توجعك شوية من التقليب. هي بدأت ترمل معانا كده دلوقتي هي وبدأت تتجمع، وهنبدأ نبص كده نحس ان اللبن او السوائل اللي في اللبن طالعة، لان طبعا وش اللبن واحنا بنحفظه لازم يكون فيه من اللبن نفسه. تقليب بقى كده بايدينا برضو مستمر مستمر. هتلاقي بقى السوائل او اللبن بدأ يظهر معانا شوية. احنا عايزين نقعد نقلب فيها كده لغاية ما نمسك اي قطعة فيها ونجمعها بايدينا كورة تلاقيها بتتجمع بسهولة. طبعا شوية الملح اللي احنا حاطينهم برضو هيخلوها تنزل المية بتاعتها بسرعة. زي ما احنا شايفين كده بدأت اللبن اللي فيها كمان يخرج بسهولة كده. طبعا ده وش من اللبن المغلي، وكمان كنت عامله جبنه قريش. وطبعا زي ما احنا عارفين الجبنه القريش لما بنيجي نعملها بنشيل وشها. هو كمان كنت مجمعه الكميه كلها على بعضها، فدي الكميه دي بتاعت كميه لبن ما شاء الله كبيره محترمه، يعني مش حاجه بسيطه. بدأت بقى تتكون معايا كور اهي. ممكن في التوقيت ده نحطها في التلاجة بقى شوية، نشيل المية على جنب او اللبن على جنب ونحطهم في التلاجة شوية. او لو انتي مستعجلة هتكمليهم كور زي ما احنا شايفين كده. الكور دي خلاص كده جمعنا كل كمية الزبدة دي كده. دلوقتي الزبدة البلدي الفلاحي ممكن تعينيها بقى على كده وتستخدميها زبدة من الفريزر، تخرجي قطعة بقطعة كده وقت الأكل أو وقت الطبيخ بقى تحطي منها في طبيخك. تشوفي انت تحبي تاكلي الزبدة بإيه، أو هتكمليها سمنة بلدي. يبقى هنبدأ المرحلة دي هنحطها كده على حلة بقى على النار، وهنحطها لما تبدأ تفك معانا وتبدأ تسيح بالشكل اللي احنا شايفينه ده. مش هنضيف طبعا ليها اي ملح تاني اكتر من اللي احنا حطيناه، عشان لما نستخدمها في الحلويات والحاجات دي ما يكونش فيها ملح ظاهر. طبعا احنا هنستعملها في الطبيخ وفي حلويات وفي معجنات وفي حاجات كتير ان شاء الله. فاحنا هنسيبها على وضعها كده يعني بمعلقة الملح اللي احنا حطيناها في الاول. هتبدأ بقى تغلي معانا بالشكل ده، وهتبدأ بقى المرتة او الخلاصة بتاعتها دي تتكون. هتلاقيها قطع صغيرة كده. طبعا تقليب مستمر، النار ما تكونش عالية لان من السهل جدا ان المرتة تتحرق. ولو لونها بقى غامق هتأثر على لون السمنة، وعمرها ابدا ما هتكون السمنة لونها ابيض بالشكل اللي احنا متعارف عليه. نبدأ برضو نقلب زي ما احنا شايفين كده. ايدينا بقى ما تطلعش من الحلة في التوقيت ده. تقليب مستمر تقليب مستمر. حتى يعني الريم اللي على الوش ده مش
يعني هيختفي معانا برضو مع التقليب، وده كمان اللي بيكون المرتة معانا. شايفين المرتة بدأت تبقى تحت بالشكل اللي احنا شايفينه ده. وهنبدأ بقى في الوقت ده، انا حاسة ان هي خلاص كده كفاية عليها، علشان انا عايزة لونها يفضل فاتح زي ما هو. دقيقة واحدة بقى كمان على نار هادية، وهبدأ بقى ان انا اصفي السمنة في التوقيت ده. زي ما احنا شايفين لسه المرتة لونها ذهبي قبل ما تحمر معانا. لازم ان احنا ما نستناش على المرتة لما تحمر. شايفين لونها ما شاء الله ذهبي ازاي. خلاص كده انا طفيت عليها. هتبدأ بقى تهدى معايا كده يا دوب دقيقتين كده ولا حاجة. وبعدين لو عندك بقى مصفى سلك، هتبدأي تجيب المصفى السلك وتحاولي كده ان انت تصفيها. طبعا حتى بعد ما بتطفي عليها بتحس ان هي لسه فيها فوران، فعشان كده احنا لازم نطفي عليها قبل ما تاخد لون غامق معانا. هصفيها طبعا بمصفى سلك في حلة او حاجة تتحمل برضو الحرارة، علشان ما نحطهاش في حاجة بلاستيك او ازاز على طول. يعني خاف بصراحة ان الازاز ممكن يتكسر في التوقيت ده. واول ما السمنة تهدى معايا شوية، هبدأ بقى اصبها في البرطمانات. البرطمانات دي ناشفة ومتعقمة، وبحيث ان انا لو خليت السمنة فيها يعني كذا شهر على ما تخلص عندك مفيش اي مشكلة. السمنة البلدي بتتعان من السنة للسنة وبره التلاجة. انا عمري في حياتي ما حطيت السمنة البلدي في التلاجة، وبتفضل على وضعها طالما متسيحة صح ومعمولة صح، هتفضل على وضعها. شايفين عبارة عن دهب، دهب فعلا حقيقي. الطعم طبعا والريحة في الاكل مش عايزة اقول لكم قد ايه جميلة، قد ايه نظيفة. مفيش فيها اي مكونات غريبة، مفيش فيها اي نوع من انواع الغش، حاجة انت اللي عاملاها بايدك في بيتك، من منتج كمان ممكن ما تاكلوهوش وكنت هترميه. طبعا عندنا بقى شوية المرتة اللي خرجوا، شايفين زي ما احنا شايفين. اولا كميتهم قليلة مش كتيرة، ثانيا بتحس ان هي ناشفة ومفرولة معاكي كده، ما هيش طرية زي اللي احنا بنشتريها. طيب هنعمل ايه بقى احنا دلوقتي؟ على الكمية دي من اللبن اللي احنا خرجناه على جنب من القشطة، ده طبعا احنا هنعجن بيه ان شاء الله، وهنعمل بيه احلى معجنات، سواء بيتزا او اي معجنات تانية، او العيش حتى كمان. فانا هبدأ بقى اخد نص كوباية من اللبن ده واقلبه كويس في المرتة، وبعدين هاخدهم على الهاند بلندر او في الخلاط، وهبدأ اضربهم كويس جدا في بعض. وبعد كده هرفعها على النار، بس هنضيف ليها بقى شوية من الملح، لان هي تعتبر يعني الملح بتاعها عادم او بسيط جدا. هنضيف شوية كده من الملح، وهنحطها على النار بقى ونسيبها شوية كده لما شوية اللبن الزيادة يتبخروا منها، وتحس ان هي القوام بتاعها تقل شوية. اظن مفيش اسهل من كده. كده زي ما احنا شايفين كده، حسينا خلاص ان هي القوام بتاعها بدأ يتقل ومعادش فيها سوائل، تعتبر السوائل اللي فيها اتبخرت. طبعا انت لو عندك لبن حليب عادي في التلاجة هتستعمليه، مش لازم يعني اللي احنا مخرجينه من القشطة ولا حاجة. وكده خلاص نبدأ بقى نفضيها في طبق كده زي ما احنا شايفين. ويفضل بقى ان احنا نفضيها في حاجة مش هنشيلها منها تاني، او دي اللي هنقدم فيها، هتاخد نفس شكل الطبق وهتربط على كده وشوية، وتحسي بقى ان شوية السمنة البلدي اللي فيها هيربطوا على وشها. تعرفي قد ايه هي بلدي ونظيفة، وكمان بخيرها ما احناش حاطين ليها اي اضافات ولا عملنا فيها اي حاجة. لونها جميل جدا. طبعا الاضاءة عندي بتفتح شوية وبترجع تغمق تاني، ولكن هي دي الاضاءة الطبيعية. شايفين السمنة البلدي وجمالها؟ طبعا يا ريتكم شمين الريحة بتاعتها كمان، حاجة في منتهى العظمة والجمال. دول حوالي 2.5 كيلو من السمنة البلدي. البرطمان ده بياخد كيلو، ده تقريبا 1.5 كيلو. شايفين بقى الترميلة والقوام بتاعها عامل ازاي. ده طبعا بعد كذا ساعة، يعني لما عملتها سبتها كده على رخامة المطبخ، طبعا بعد كذا ساعة كانت بالشكل الجميل اللي احنا شايفينه ده. هي لسه كمان ممكن تتماسك اكتر من كده. وطبعا احنا كل ما الجو هيحرر معانا السمنة مش هتربط اكتر من كده. وبكده الفيديو بتاعنا خلص. اتمنى تدعموا الفيديو وتقفوا جنب القناة الجديدة، وتعملوا لنا لايك للفيديو، وتعملوا اشتراك في القناة، وتفعلوا زر الجرس على الكل علشان كل جديد يوصلكوا اول باول ان شاء الله. اراكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.